السلام عليكم. هنشتغل مع بعض النهاردة الطاقية اللي احنا شايفينها دي. دي طاقية يعني تعتبر موديل قديم، بيقولوا عليها في الباترونات الانجليزي سنود كروشيه. فهي موديل قديم قوي، وكان بيتعمل زمان لكن هو مش بيتعمل دلوقتي كتير، فحبينا نعملها مع بعض ونشوف فكرتها هتبقى عاملة ازاي. هنبدأ بدايرة سحرية، هنجيب طرف الخيط ناحية ايدنا الشمال، والخيط اللي خارج من بكرات الخيط ناحية ايدنا اليمين. هنلف الخيط كده على صبعنا عشان نبدأ دايرة سحرية، وهندخل الإبرة من تحت ونسحب الخيط. تمام، وهناخد من هنا وهنطلع كده، نسحب نضيق خالص الحلقة، وهنطلع 1 2 سلسلتين. تمام، وبعدين هندخل في الحلقة نشتغل جواها هنا 12 عمود، 1 كده 2 12 عمود، وملناش دعوة بأول سلسلتين بدأنا بيهم. هنبدأ نعد من أول عمود اشتغلناه، يعني كده معانا 3 عواميد، كده 4 5 6، وهنكمل لغاية ما يبقى معانا 12 عمود. كده خلصنا ال 12 عمود. تمام، طيب هندخل في أول حلقة، نشد كده وهندخل في أول حلقة معانا هنا، وهنشتغل فيها هنا غرزة منزلقة. تمام، وهنسحب كده غرزة منزلقة، ونشد الخيط من تحت عشان نقفل الحلقة السحرية. تمام، هنطلع دلوقتي في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه، هنشتغل سلسلتين، ملناش دعوه بالسلسلتين دول خالص. هندخل في نفس المكان وهنشتغل فيه هنا غرزتين عمود، يعني ادي عمود وكمان عمود، كده عمودين معانا في نفس المكان. والغرزة اللي عليها الدور برضو هنشتغل جواها هنا عمودين. تمام، واللي جنبيها هنا برضو عمودين. هنشتغل في كل غرزة عمودين، وفي الاخر هيبقى معانا 24 عمود. خلصت السطر، كل غرزة اشتغلت فيها عمودين. تمام، طيب هقفلهم هنا في اول غرزة معانا، هدخل فيها وهشتغل فيها غرزة منزلقة. تمام، وهطلع سلسلتين. خلاص، هشتغل في نفس المكان اللي انا واقفة فيه، اللي طلعت فيه سلسلتين، هدخل فيه وهشتغل غرزة عمود واحدة بس، والغرزة اللي عليها الدور هنا هدخل فيها وهشتغل عمودين، 1 2. تمام، واللي بعدها هشتغل عمود واحد بس، واللي بعدها عمودين، واللي بعديها عمود واحد بس، واللي بعديها عمودين. هكمل السطر كله عمود واحد عمودين عمود واحد عمودين لغاية اخر السطر. في اخر السطر هيبقى معانا 36 غرزة. خلصنا السطر
وهنقفله في اول غرزة معانا هنا، وهنسحب غرزة منزلقة، وهنطلع سطر جديد. 1 2 هنشتغل سلسلتين، تمام، وهندخل في نفس الغرزة وهنشتغل فيها هنا عمود واحد بس، والغرزة اللي بعديها برضو هنا عمود واحد بس، والغرزة اللي بعديها اللي عليها الدور اللي هي اصلا تحتها شغالين فيها غرزتين مع بعض، هندخل فيها برضو هنشتغل فيها هنا غرزتين مع بعض. 1 2، وبعدين اللي بعديها هنا هنشتغل فيها غرزة واحدة بس، واللي بعديها غرزة واحدة بس، واللي عليها الدور اللي هي اصلا 2 من تحت هنشتغل فيهم برضو غرزتين مع بعض من فوق. السطر كله هنكمله غرزة عمود واحدة، واللي بعديها عمود واحدة، واللي بعديها 2. السطر هنخلصه بنفس الطريقة، في الاخر هيبقى معانا 48 غرزة. تمام، غرزة خلصنا السطر. تمام كده بقى معانا 48 غرزة عمود. هقفلهم في اول غرزة معانا هنا، ندخل فيها وهنسحب منزلقة، وهنطلع سطر جديد، هناخد سلسلتين وهندخل في نفس المكان وهنشتغل عمود، والغرزة اللي بعديها هنشتغل عليها عمود وكمان عمود، 3 عواميد. تمام، هنيجي في المكان اللي هو فيه عمودين في نفس المكان وهندخل فيهم وهنشتغل فيهم عمودين برضو. 1 2، وبعدين هنشتغل 1، ده كده عمود، 2 3 عواميد، والغرزتين اللي مع بعض هنا عمودين مع بعض في نفس المكان هندخل فيهم برضو ونشتغل عمودين على في نفس المكان مع بعض كده على العمودين اللي تحت، وهنكمل بقية السطر 3 عواميد، عمودين مع بعض، 3 عواميد، عمودين مع بعض لغاية اخر السطر. وفي اخر السطر هيبقى معانا السطر ده كله هيبقى 60 غرزة. طيب احنا كده خلصنا وكده بقى معانا 60 غرزة. هنكمل، هنقفل السطر هنا في اول غرزة معانا وهنشتغل غرزة منزلقة. تمام، السطر اللي بعديه هنشتغل برضو بنفس الطريقة وهيبقى غرزتين 4 عواميد، غرزتين 4 عواميد، واللي بعديه هنزود هيبقى غرزتين مع بعض 5 عواميد، غرزتين مع بعض، واللي بعديه هيبقى 6 عواميد، غرزتين مع بعض، لغاية لما هنشتغل هيبقى غرزتين مع بعض 8 عواميد غرزتين، 8 عواميد غرزتين. طيب احنا دلوقتي خلصنا الدايرة اللي معانا، اشتغلنا لغاية لما بقى معايا 8 عواميد، بعدين عمودين مع بعض، بعدين 8 عواميد، عمودين مع بعض. تمام، الدايرة اللي معانا دي قطرها لما نقيس من هنا كده حوالي 20 سنتي تقريبا، 20 او 19.5 او 20 في الحدود دي. تمام،
عدد الغرز اللي معانا هنا 120 غرزة. تمام، وصلنا ل120 غرزة. دلوقتي انا هوقف تزويد وهشتغل غرز عادية خالص، من غير اي زيادة خالص، لغاية 25 سطر. هشتغل 25 سطر من غير اي تزايد. تمام، بس ال25 سطر اللي انا هشتغلهم دول هيبقوا ايه، هشتغلهم داير ما يدور، يعني مش هعمل بداية ونهاية للسطر. انا كنت في الدايرة هنا عاملة بداية ونهاية للسطر، يعني بطلع السطر بارتفاع سلسلتين واشتغل في نفس المكان عمود وبعدين اكمل. هبدأ بعد كده بقى هنا هشتغل حلزوني داير ما يدور، وهحط علامة علشان لما اخلص الطاقية ما يبقاش فيها خط في النص. تمام، هنيجي عند اول غرزة هنا كنا بنقفل فيها، هندخل فيها ونسحب غرزة منزلقة. تمام، وهنطلع في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه، هنلف ونشتغل غرزة نص عمود. خلاص، وهنجيب العلامة وهنيجي في الغرزة اللي احنا اشتغلناها دي هنعلمها، خلاص، وهنكمل السطر كله هنشتغل 120 غرزة عمود، ودي تعتبر اول غرزة معانا من ال120. يعني احنا كده هنعد 2 كده 3، هنكمل السطر ده كله 120 غرزة. خلصنا كده 100 عند اول غرزة عملناها اللي هي كانت غرزة نص عمود ومعلمينها. تمام، هنشيل العلامة فيها غرزة عمود عادية. تمام، واللي جنبيها غرزة عمود عادي خالص، وهنعلم الغرزة اللي معانا دي بالعلامة، وهنكمل السطور كلها بنفس الطريقة ونعد 25 سطر. يعني انا السطر اللي تحت ده اشتغلته، ده يعتبر اول واحد، والسطر اللي انا بشتغله دلوقتي ده رقم 2. هنكملهم 25 سطر وارجع لكم تاني. طيب، احنا بعد ما عملنا ال25 سطر زي ما احنا شايفين، تمام، هنشتغل دلوقتي تناقص. انا معلمة هنا كل سطر بالعلامة علشان اعرف بداية السطر ونهايته. بعد دلوقتي انا معايا 120 غرزة، هشتغل دلوقتي تناقص 6 سطور تناقص، سطر تناقص وسطر هنشتغل من غير ما نعمل ما ننقص حاجة. ونشتغل دلوقتي انا معايا 120 غرزة، هشتغل غرزتين تناقص وبعدين 8 عواميد غرزتين تناقص. تمام، طيب لما اعمل تناقص ده في الاخر هيبقى معايا 108 غرزة، يعني هنقص 12 غرزة بس من العدد العواميد اللي معايا ده كله.
خلصت دلوقتي السطر التناقص. اخر حاجة عملتها كان دي غرزة تناقص اهي، وبعدين اشتغلت 8 عواميد، 1 2 3 4 5 6 7 8، وجيت عند اول غرزة تناقص كانت معانا هنا اهي. تمام. هنشتغل دلوقتي سطر عواميد عادية خالص كده. انا دلوقتي معايا هنا 108 غرزة. هشتغل سطر عواميد عادي خالص وبعدين نرجع تاني. بعد ما خلصت السطر كله معايا اخر غرزة هشتغل فيها 108، العمود رقم 108. تمام. وهعلم في انا كده اشتغلت 108 غرزة. بعد كده هشتغل تناقص تاني، يعني هدخل في اول غرزة من هنا واللي بعديها. تمام. وهسحب الاتنين مع بعض، وبعدين هشتغل بعد كده 7 عواميد، 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين هشتغل تناقص، يعني هعمل عمود وكمان عمود من هنا وهقفلهم مع بعض. يعني هعمل عمود وكمان عمود من هنا واقفلهم الاتنين مع بعض. هشتغل بعد كده 7 عواميد تناقص، 7 عواميد تناقص. في الاخر هيبقى معايا 96 غرزة. تمام. اخر الغرز دي هيبقى 96 غرزة. طيب انا خلصت السطر كله. عملت تناقص كل 7 عواميد بعمل غرزة تناقص كل 7 معايا. تمام. لغاية لما وصلت لأول السطر ما بدأته هنا كان في غرزة تناقص، وكان معايا هنا اشتغلت 7 عواميد. تمام. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنشتغل يعني في سطر فوق وفي سطر تحت، لان انا بشتغلها حلزوني مش بشتغلها ببداية سطر ونهايته. تمام. وبعلم بالعلامة اللي معايا دي علشان منساش. خلاص. انا دلوقتي معايا هنا 36 عمود، 96 عمود. هشتغل دلوقتي هنا 96 عمود فوقيهم من غير تناقص، 96 عمود عاديين خالص من غير اي تناقص. تمام. وهنرجع تاني. خلصت السطر اللي هو العواميد العادية اللي كانت معانا، بقى معانا هنا 96 عمود. ده كان لسه معانا هنا غرزتين. تمام. طيب هبدأ دلوقتي اخر سطر في التناقص. خلاص. هشتغل 6 عواميد غرزتين تناقص، 6 عواميد غرزتين تناقص. هيطلع معانا في الاخر 86 غرزة. ودي 86 غرزة دول اللي احنا هنوقف عندهم شغل. تمام. هنشتغل تناقص دلوقتي 6 عواميد غرزتين تناقص لغاية اخر السطر، هيطلع معانا 86 غرزة. هنبدأ من العمود اللي بعديه هنا ده على طول، وهنشتغل فيه تناقص غرزتين مع بعض ونقفلهم. تمام. وهنعلم ده السطر، الغرزة دي اللي هي بداية التناقص، وهنشتغل 6 عواميد، 1 2 3 4
4 5 6. وبعدين هنيجي هنا هنشتغل تناقص 1. تمام. واللي جنبيه كمان هناخدهم الاتنين مع بعض وهنكمل بقية السطر بالطريقة دي. خلصت اخر سطر معايا في التناقص. معايا هنا غرزتين تناقص وبعدين 1 2 3 4 5 6. هاجي هنا الاقي غرزة التناقص. تمام. علشان الناس اللي بتتلخبط في التناقص، غرزتين التناقص هنا هم، وغرزة التناقص الغرزة رقم 6 قبلها. تمام. طيب انا كده خلصت. هشتغل دلوقتي سطر طول 86 غرزة. هشتغل دلوقتي سطر عواميد عادية خالص. سطر معانا 86 عمود من غير اي تناقص خالص. يعتبر احنا خلصنا الطاقية بتاعتنا. تمام. لسه بس هشتغل هنا حوالي 10 سطور غرزة عمود امامي وعمود خلفي علشان تبقى الاسورة اللي هي على الراس من قدام. تمام. هشتغل حوالي 10 سطور غرزة عمود امامي وخلفي. خلاص. هنبدأهم من هنا من نفس المكان اللي احنا بادئين فيه وهنعلم كده علشان نعرف عدد السطور، وهنشتغلهم برضو داير ما يدور علشان ما يبقاش فيه خط في الطاقية البداية والنهاية وكده. الإبرة من تحت وندخلها من هنا كده وهنسحب ده كده عمود خلفي، وبعدين العمود الأمامي هندخل الإبرة من هنا ونسحب نطلع العمود قدام ونسحب ونشتغل عمود وهنلف ونشتغل عمود خلفي. هندخل الإبرة من الظهر ونجيب العمود ده تحت الإبرة ونخرج من الفتحة اللي جنبيها ونشتغل عمود خلفي، وبعدين اللي بعديها هنشتغل عمود أمامي. هنجيب العمود ده قدام الإبرة ده عمود أمامي، واللي بعديه عمود خلفي. هندخل الإبرة من تحت ونجيب العمود تحت الإبرة كده وهنسحب وهنكمل بقية السطر كله كده، وهكمل عمود أمامي وعمود خلفي على طول على طول لغاية لما نوصل للطول اللي احنا عاوزينه. يعني لو حابين نقيس ونشوف العرض على الراس من قدام مناسب لينا نوقف. مثلا هشتغل حوالي 10 سطور علشان العرض ده هيبقى. لو حابين توقفوا عن كده مش مشكلة. هكملهم 10 سطور ونرجع تاني عشان نقيس الطول بتاع الطاقية بالظبط وصل لكام سنتي. خلصت حوالي هنا دول 8 سطور. هقيس الطاقية. هنقيس من عند اول سطر خالص من هنا لغاية اهي. تمام. الطول طلع معانا حوالي 39 سنتي او 40 زي ما احنا شايفين. هي دول 7 سطور، لو كملناهم 10 هتوصل ل40 سنتي طولها. تمام. كده نكون يعني انا لسه هكمل فيها سطرين كمان واكون خلصتها. مش هطول فيها عن كده وهفنشها على كده وهتبقى شكلها جميل قوي. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.